ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي ماشي مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا اشنو استفدتي؟ انا بغيت غير نفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة حكاية وعبرة. وهذه حكاية الفتاة الدركية أو دركية فيديو تيك توك. الفتاة الدركية اللي قامت بتصوير فيديو مع الزميلة ديالها وسط الإدارة وأثناء العمل وبالزي المهني ديالها. كانوا ضاحكين وناشطين حتى كتفاجأ وكتصدم بأن الفيديو تنشر وبدون موافقتها ومعرفتها. وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي ماشي مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا اشنو استفدتي؟ انا بغيت غير نفهم. كيف تنشر الفيديو وفي رمشتعين تفاعلات مع قيادة الدرك الملكي اللي قررت توقف الفتاة حتى يتحققوا ويتأكدوا من الفيديو اللي تنزل عبر تطبيق تيك توك. بعد البحث قررت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالسطات إرجاع الفتاة الدركية للعمل ديالها بسبب الفيديو اللي ظهرت فيه كتمايل على نغمات أغنية بالزي المهني ديالها. وفي الإدارة 3 ديال الأشياء خصنا نتعلموهم من هذا الفيديو. الأولى أننا ما نتيقوش وما نأتمنوش أي زميل في العمل كما كان نوعه على الأشياء الشخصية ديالنا والسرية ديالنا. الخطأ اللي طاحت فيه الدركية أو الخطأ اللي طاحت فيه هذه الفتاة الدركية واللي ممكن يطيح فيه بزاف ديال الشباب والشابات، راه زميل في العمل تيبقى زميل في العمل لا أقل ولا أكثر. الخطأ الثاني أننا كنا كشباب كنفتخروا بالعمل ديالنا والحمد لله. الإنسان يضبط راسو من يكون تيتصور، حيث راه كاين قانون داخلي كيحكم كل وظيفة على حدة، وخصوصا في الوظائف الأمنية اللي كيطبع عليهم الجدية. بغيتي تصور بالزي المدني ديالك بحال هكذا ممكن تصور، راه كتبقى حياتك الشخصية، لكن مع التوني ديال العمل راك تتغامر. والناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو وخدامين في هذا القطاع الأمني راهم عارفين علاش كنهضر وشنا هي الإجراءات اللي تقدر تاخذ ضدك واللي ممكن توصل حتى المساءلة القانونية بحال اللي وقع لهذه الفتاة الدركية. ثالثا واخيرا قيادة الدرك الملكي والسرعة والاحترافية اللي خدات بها الموضوع وعالجته بشكل سريع ورجعت الدركية للعمل ديالها. شوية ديال التوبيخ والتعليمات وهالامور رجعت لمجالها، خصوصا تبين لهم ان الامر كان بحسن النية وكانت ثقة في احدى الزميلات ديالها. وهذا الشيء اللي هضرنا عليه في الخطأ الاول، فضلا ان التصوير والنشر ما كانوش مقصودين. كنا كشباب كنخطئوا وحنا كجيل جينا في عصر التكنولوجيا ولا بد ما نضبطوا راسنا في مجموعه من الامور باش ما نطيحوش في هذه الاخطاء. ما نطولش عليكم، كنتم في قناتكم حكايه وعبره، وهذه حكايه دركيه التيك توك. الا تفضلتوا ما تنساوش واحد ابوني للقناه وجيم للفيديو. السلام عليكم.